مشاهدينا، إذا حفصة صباح الخير، أهلا بك في البرنامج. صباح النور محمد، شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا وسهلا. أنت كاتبة شابة تكتبين في مجال الرواية، يعني منذ متى وأنت تكتبين حفصة؟ تقريبا منذ حوالي 10 سنوات. كنت يعني لما كنت في الابتدائي كنت صغيرة جدا، يعني كان أستاذ أو معلم لغة عربية ينوه كثيرا على أسلوبي في كتابة النصوص الإنشائية، ومن ثم بدأت يعني بتطوير نفسي إلى غاية هنا. هو تجربة جميلة أعتقد كانت لك في عالم الكتابة خاصة الكتابة التشويقية. هذا النوع كيف اهتممت به ككاتبة شابة يعني؟ والله هذا النوع كان كثيرا يعني يجذبني منذ يعني قراءة الكثير من الروايات أو الكتب، يعني في خاصة في أدب الغموض أو رواية التمهل، يعني الروايات التي سوف تصدر هذا الشهر القادم إن شاء الله. يعني النوع نتاعها في أدب الغموض ومنطو يعني رواية التمهل. فيعني بدأت بالكتابة خاصة يعني سيمفونيات البؤساء، يعني كتابة الطائر الهبوش، أنين الكمان، وكذلك امرأة الأحزان. فيعني نخلي القارئ يجذب هذاك النوع يعني عندك تجربة لا بأس بها في مجال الكتابة. نعم حسب ما الحمد تتكلمين. لله. إنجازاتك الأدبية أهمها كتاب سيمفونيات البؤساء، المشاركة في العديد يعني من كتب الجامعة في المجلات. كتابك الذي هو بين أيدينا، لو سمحت حفصة فقط أحمل الكتاب حتى نريه للمشاهدين. يحمل سيمفونية البؤساء. لماذا هذا العنوان حفصة، وعلى ماذا يتكلم الكتاب أيضا؟ حسنا، قمت باختيار يعني العنوان من خلال يعني تنويع بين ثقافتي في الموسيقى الغربية وثقافتي في الأدب الاجتماعي. السيمفونية هي نتيجة لنمط الموسيقى الذي تستمعين إليه؟ نعم، أستمع كثيرا إلى السيمفونيات. من هم هؤلاء البؤساء الذين تتكلمين عنهم؟ البؤساء الذي أتكلم عنهم يعني بصفة عامة يعني الشباب الجزائري. يعني أنا لماذا هم بؤساء؟ طرحت العديد من القضايا يعني الواقعية، يعني كمثلا كالقتل، كالاغتصاب، كالجرائم. يعني متشائمة في كتاباتك؟ لا، لست متشائمة يعني كثيرا، لكنني يعني بالنظر إلى الواقع نرى يعني العديد من القضايا يجب أن تطرح، خاصة أنه أنا يعني أعتمد على يعني رسالة يعني نقدمها من خلال كتاباتي. فالأدب يعني رسالة، والقارئ يعني أنا كقارئة يعني لما كنت قارئة قبل كاتبة، القارئ يبحث عن نفسه فيك. يعني لما القارئ يكون متشائم ويقرأ يعني قراءة كهذه، ممكن يعني تبث فيه روح الأمل. أنا نكتب على التشاؤم ومنطو يعني نعطي رسالة على الأمل. نعم، الأمل دائما متواجد في الحياة. هل يحمل إصدارك المقبل أو الرواية التي ستصدر قريبا أملا، وما عنوانها أيضا؟ عنوانها يعني عنوانها الوردة السوداء. شروق أول من يعلم. لا يوجد أمل في السواد هنا. لا عنوانها الوردة السوداء. كذلك يعني في أدب الغموض. نعم. يعني ومنطو يعني في يعني أعطينا العنوان بشكل حصري اليوم في البرنامج. بشكل حصري، يعني شروق أول من يعلم. الوردة السوداء. الوردة السوداء يعني تحمل يعني في طياتها العديد من القصص الواقعية. يعني هي رواية فيها 4 فصول، فيها يعني ما نقولكش يعني مراحل حياتي كتبت. والوردة السوداء يعني جعلتها يعني سيرة ذاتية نوعا ما. نعم، أنا قلت لك الأدب في أدب التمهل. صحيح. نعم. فدرت تجارب واقعية، خاصة إنه الوردة السوداء يعني هي يعني في مستشفياتنا، في محاكمنا. فالوردة السوداء ممكن يعني، وأعطيت أمل وأعطيت أيضا رسائل في الرواية. إسقاط لماذا الوردة السوداء؟ نسبة لمن؟ الوردة السوداء يعني شرحت يعني عن حالة فتاة كيف يعني تغيرت حياتها، يعني ماشي من الأفضل للأسوأ، لكن يعني كاينة يعني نقطة تحول في حياتها. فوردة سوداء يعني أنا حكيت على فتاة كيفاش عايشت الوضع، حكيت أيضا على عائلة كيفاش تغيرت، كيفاش واجهت صعوبات، يعني إلى غاية. هل تجدون صعوبة أنتم كتاب شباب في خلال أعمالكم من إصدار كتبكم وأيضا إنجازاتكم الأدبية من خلال دور النشر التي تلتقون بها، ولا كاين تسهيلات؟ لا، ما كاش تسهيلات، يعني ما نكذبش عليك، خاصة يعني من خلال يعني المبلغ. يعني كاين تلقى دور نشر يعني بين قوسين بزاف يغليو غليو طباعة الكتاب. وي،
ويغليو طباعة الكتاب والخدمة تكون ناقصة يعني صراحةً، قليل وين تلقى دور نشر يعني اللي يخدموا، لكن أنا الدار النشر اللي خدمت معاها يعني روايتي يصح القول بالنسبة يعني ما شاء للحقوق الله. المالية هنا بعد الطباعة، أكيد عندك نسبة من أكيد المبيعات، هل نعم، تحصلين عليها؟ نعم نحصل على مرابح إمم. مالية يعني. يعني إيه. بشكل عادي. هل توجد طبعة تانية لسيمفونية البؤساء؟ ربما توجد سيمفونية البؤساء وربما طبعة ثانية لروايتي يعني. نعم، أتمنى لك التوفيق بالتأكيد. من غير الرواية التي أنتِ بصدد التحضير إليها حفصة، هل توجد لك أعمال أخرى؟ هل تهتمين بكتابة السيناريو أيضًا؟ كتابة السيناريو نعم أهتم، ويعني حاليًا يوجد يعني شخص يعني متمرس يعني في المهنة يعلمني شوية يعني. وكأنني رأيت ذلك. نعم، نعم هو ممثل ومخرج يعني سينمائي، قدم له تحية وجواد زهر الدين، فيحاول يعلمني بالعقل ونعمل يعني على تحويل روايتي إلى سيناريو. أنتِ من منطقة الغرب على ما أعتقد. لا شرق. الشرق، من وين في الشرق؟ بين برج ومسيلة. نعم، يعني نعم. أنتِ راكِ من منطقة يعني تحملين الكثير من انشغالات ساكنة هذه المنطقة أيضًا في أعمالِك. عندما نتكلم عن النساء والأدب أيضًا، الكاتبات خلال الفترة الأخيرة ازداد عددهن، يعني هل أنتِ أيضًا تدخلين ضمن هذه الكوتا والّا لازم فقط أنِّك تكتبي باش تتميزي وما لازمش تصنفي فقط ككاتبة مرأة؟ صراحة يعني أنا نشجع المرأة خاصةً يعني في هذا المجال، كوني أيضًا مشرفة على حملة معًا لمساندة المرأة يعني أطلقتها في 8 مارس في إطار كتاب جامع ورقي تحت عنوان امرأة من رمض. أنا نشجع المرأة خاصةً يعني المرأة في المجتمع الجزائري ما نحكوش يعني شغل عندها بزاف مشاكل، بزاف شغل محقورة بين قوسين، ثم نشجع المرأة وكوني يعني مرأة نحب نطلق هذاك الإلهام للفتيات النساء اللي في سني. تحصلتِ على الكثير من الجوائز أعتقد. نعم، شهادة مشاركة في المعرض الدولي، شهادة مشاركة في مجلات، الحمد لله. اهم. تؤسسين أيضًا مجلة تاعِك اللي إيه، هو تعملين عليها، ما هي هذه المجلة؟ مجلة صناع الأمل الجزائري، لدينا موقع إلكتروني أنا وصديقتي اللي راها في مجلة الكواليس. نسائية؟ نعم، لا ليست نسائية، مجلة ثقافية بامتياز، اهم. أسسناها يعني بامتياز. نعم، أسسناها نسطروا العام على الماضي. امتياز. نعم. ما هي المواضيع التي تتناولونها في الثقافة؟ ثقافة، نشر هكا نشر الأعمال تاعهم، عندنا موقع إلكتروني، عندنا عقد مع دار نشر درناها ورقية يعني ننشر لهم الأعمال، ننشر حوارات صحفية. شكرًا جزيلًا لكِ جودي حفصة سيسيل هكذا نعم. على هذه الإطلالة الصباحية. أتمنى لكِ التوفيق بالتأكيد.